السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم حبايبي. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على المفهوم الثالث من صفحة 101 ل 105. سلاح التلميذ علوم الصف الخامس. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، عندك كلمة اشتراك تحت الفيديو كده لونها أحمر اضغط عليها، وبكده تكون اشتركت في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ويلا بينا نقول بسم الله. السؤال الأول، اختار الإجابة الصحيحة. بينتقل الضوء في خطوط مستقيمة. تستطيع بعض الحيوانات الليلية أن ترى في الظلام بسبب جميع ما يلي ما عدا ايه؟ هي طبعا بطرف الظلام. ليه؟ عشان عندها اتساع في حدقة العين وعيونها كبيرة وعندها غشاء فوق مؤخرة عينها، انما ما عندهاش اصدار اصوات منخفضة الدرجة. رفع الابهام الى اعلى وخفضه الى اسفل ده نوع من انواع الشفرات. اي مما يلي بيمثل المسار الصحيح للضوء؟ هتقوله المصباح والتفاحة والعين. المصباح والتفاحة والعين. عندما ترى صورتك في المرآة فإن الضوء قد يكون قد حدث له انعكاس. أي من الأشكال التالية بيوضح انعكاس الضوء في المرآة؟ رقم واحد، هنا بيقول لك القطط لديها غشاء في مؤخرة العين بيعكس الضوء فبتظهر عيونها لامعة ليلا. من أمثلة المواد الشفافة هتقول له الماء. يعد كل مما يلي مصدر للضوء ما عدا القمر. يعتمد الإنسان على الضوء في التواصل بعدة طرق منها استخدام منارات السفن. ينعكس الضوء في اتجاهات أو في اتجاه واحد عند سقوطه على ورق الألومنيوم. يمكن أن تتواصل الحيوانات عن طريق الضوء. دي صفحة 101. يلا بينا يا حبايبي على صفحة 102. صفحة 102 بيقول لك هنا أكمل أو اختار. الضوء هو أحد أشكال الطاقة. أعين الحيوانات الليلية بتكون أكبر حجما من أعين الإنسان. وجود غشاء في مؤخرة العين في بعض الحيوانات الليلية من صور التكيف التركيبي. تتواجد الخنافس المضيئة على أشجار المنجروف. يتشتت ويتبعثر الضوء عند سقوطه على الحائط. من أمثلة المواد اللي بتسمح بمرور الضوء من خلال الهواء الجوي. إذا نظرت الجسم ولم ترى خلفه فإن هذا الجسم منعم. هنا بيقول لك معتم. اللغات المختلفة بتعتبر نوع من أنواع الشفرات. استخدام شعلة الإنقاذ لطلب النجدة ده بيعتمد على حاسة البصر. يستخدم الرحالة هتقول له المرايا لجذب انتباه قائد طائرة الهليكوبتر لإنقاذهم. صح وخطأ. بتنعكس الضوء أو بينعكس الضوء إلى الأعين عن طريق أو من الأشياء فبسبب رؤيتها. صح. عندما تستخدم بيدك للإشارة لأحد زملائك فده بيعتبر شفرة. صح. تتوهج أعين القطط في الظلام بسبب الغشاء الموجود في مؤخرة عيونها. صح. مصدر الضوء هو الجسم بيعكس الضوء الساقط عليه. خطأ. الأجسام الشفافة لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. خطأ. يستطيع الإنسان الرؤية نتيجة انعكاس الضوء على الأجسام المحيطة. خطأ. تعتبر إشارات المرور ده نوع من الشفرات. هتقوله صح. تستخدم بعض الحيوانات إشارات ضوئية للتحذير من خطر بيقترب. صح. لكي يتم ترجمة الشفرة يجب أن تكون مسجلة في المخ من قبل. هتقوله صح. الأجسام الخشنة بتعكس الضوء بشكل أفضل من الملساء. هتقوله خطأ. اختار الإجابة الصحيحة. بيستخدم الخفاش لتحديد أماكن الأشياء. هتقوله الصدى. نظام تكنولوجي للتواصل بين البشر. هتقوله الهاتف. يساعد الخنافس المضيئة على جذب الجنس الآخر للتكاثر. هتقوله طبعا الوميض. طريقة تواصل بين النمل. الرائحة. طريقة تتواصل بها الحيتان الحدباء. هتقول له الغناء. دي صفحة 102. يلا بينا يا شباب على صفحة 103. 103 صوب ما تحته خط. بيقول لك ينتقل الضوء في خطوط منحنية. هتقول له لا ده خطوط مستقيمة. تركيب فرو القط السماك بيساعده على صيد فريسته في الظلام. هتقول له أعين. الأجسام المعتمة بتكون خلفها ظل. عند سقوط الضوء على سطح لامع وناعم مثل المرآة فإنه بينعكس. تتطلب الرؤية وجود ضوء. تعتبر الخنافس المضيئة للنمط. بيقول لك تغيير الخنافس المضيئة للنمط الذي تومض به ده بيعد تكيف سلوك يا حبايبي. يتواصل الخفاش أو الدولفين عن طريق تحديد الموقع بصدى الصوت. اكتب المصطلح العلمي. المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض الشمس. الجسم اللي بتنبعث منه ضوء الخاص ده مصدر الضوء. خاصية بتحدث للضوء لكي نرى الأجسام ده الانعكاس. المواد اللي بتسمح بمرور الضوء من خلالها دي المواد الشفافة. نمط له معنى مثل ترتيب الحروف في كلمة. دي الشفرة. استبعد الكلمة الغير مناسبة من الكلمات. هتقول له العين. وعندك هنا الكتابة. عندك هنا الماء. عندك لوح الخشب. طيب اذكر مثال لكل من مصدر من مصادر الضوء. أنا عندي النار. طيب جسم بيبدو منير ولا يعتبر من مصادر الضوء. القمر. حيوان بتلمع عيناه ليلا في الظلام. ده القط السماك. طريقة من طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان. الضوء أو الصوت. ماذا تعكس الضوء متشتتا؟ الخشب. مادة شفافة. السماء. أحد أنواع الشفرات الضوئية اللي بيستخدمها الإنسان. دي إشارة المرور. دي صفحة 103 حبايبي. يلا بينا على صفحة 104. وقف الفيديو لحد ما تنهي بإجابتك على الأقل من مهلك وكمل معايا.
علل. لا يعتبر القمر مصدر للضوء ليه؟ هتقوله لأنه لا ينبعث منه ضوئه الخاص. لا يستطيع الإنسان الرؤية في الظلام يا حبايبي زي الحيوانات الليلية. هتقوله لأن الإنسان لا يمتلك غشاء عاكس في مؤخرة عينه. يتكون ظل للخشب. هتقوله لأن الخشب مادة معتمة لا تعكس الضوء أو لو يمر الضوء من خلالها. تتواصل الخنافس المضيئة مع بعضها البعض. هتقول له التحذير من قدوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر. يبقى للتحذير من قدوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر. طيب هنا بيقول لك لاحظ الجسمين 1 و2. هنا ده طبعا جسم شفاف لأن الضوء انبعث من الخلف، إنما ده جسم معتم. حددنا دلوقتي الشفاف 1 والمعتم 2. أي الجسمين يمكن أن يتكون له ظل. هتقول له رقم 2 عشان معتم. اذكر مثال للمواد المصنوع منها الجسم 1 و2. لما هقول مثلا مثال الجسم 1 ده مثلا عدسات، والجسم 2 الخشب. طيب لاحظ طرق تواصل الموضحة في الشكلين وأكمل. يتواصل الكائن الحي في الشكل رقم 2 بحاسة السمع. يتواصل الكائن الحي في الشكل رقم 1 بحاسة البصر. يستطيع الكائن الحي في الشكل رقم 2 التواصل بالكتابة. يلا حبايبي نوع السطح. هتقول له معتم خشن. الخاصية اللي حدثت للضوء عند سقوطه هنا خاصية الانعكاس. واذكر مثال على هذا النوع. هتقول له القماش. خلاص يا حبايبي على مهلة خالص طيب بيقول لك هنا أجب أهمية الغشاء الموجود في مؤخرة أعين بعض الحيوانات الليلية ليه؟ هتقول له يعمل كمرآة وبيسمح بجمع كمية كبيرة من الضوء مما يمنحها رؤية ليلية دقيقة. يعمل كمرآة بيسمح بجمع كمية كبيرة من الضوء مما يمنحها رؤية ليلية دقيقة. وجد رامي صينية شاي فضية في منزل جدته فوضع، ولكنه لاحظ أن عليه كثير من الخدوش. هل يستطيع رامي رؤية وجهه بوضوح عند النظر فيها وما سبب ذلك؟ هتقول له لأ، لأن الأشعة الضوئية ستنعكس مشتتة في اتجاهات مختلفة. الأشعة الضوئية هتعمل انعكاس أو تشتت في اتجاهات مختلفة. أراد صديقك أن يمنع ضوء الشمس من دخول غرفته. هتقوله دي مادة معتمة. طيب هنا بيقول لك اقترح مادة أخرى. تقول له الستاير مثلا. ماذا يحدث إذا لم ينعكس الضوء في من الأجسام؟ تقول له لن يستطيع أن يرى الأجسام من حولنا. لن نستطيع أن نرى الأجسام من حولنا. اذكر طريقتين من طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان. هتقول له الصوت والضوء. الصوت والضوء. الصوت والضوء. الوسيلة اللي بتتواصل بها الخنافس المضيئة فيما بينها. هتقول له الضوء. وقف الفيديو لحد ما تلاقي إجابتك وكمل معايا. دي صفحة 104. يلا حبايبي على صفحة 105. صفحة 105 صح وخطأ. بيقول لك صنف المواد الآتية لمواد شفافة أو مواد معتمة. الخشب ده مادة معتمة، والحديد معتمة. يبقى العدسات الخشب والحديد معتم، إنما العدسات والهواء شفافة. اختر الشكل أي من الأشكال اللي بيوضح كيفية حدوث الرؤية. تقول له رقم ب ده. طيب أهمية الومضات ايه اللي في الخنافس؟ هتقول له للتحذير من قدوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر للتكاثر. تحذير من قدوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر من التكاثر. ماذا يحدث عند سقوط الضوء على سطح ورق من الألومنيوم؟ هتقول له تنعكس الأشعة الضوئية في اتجاه واحد. تنعكس الأشعة الضوئية في اتجاه واحد. أكمل. بيسير الضوء في خطوط مستقيمة. اذكر مثال لمصدر الضوء. عندك الشمس. اذكر 2 من الشفرات التي يمكن استخدامها الإنسان للتواصل. عندك اللغة والكتابة. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا من حل التدريبات والواجبات توصل لكم ان شاء الله. بحبكم قوي. مع السلامة.